الدولار هيبقى ب8 جنيه، ولو على ديون يا سيدي ما تقلقش، من بكرة تتسدد والحساب كله يتصفر، بس انت تقول تخيل حد يعرض عليك العرض ده في وقت البلد فيه بتدور على كل دولار، هتقوله لأ؟ والسؤال هو ايه الحكاية؟ وايه العرض المغري اللي مستني موافقة مصر؟ ورد السيسي كان ايه؟ طيب الصور اللي طالعة من قلب سينا ايه ظروفها؟ وهل الحكومة عندها رد؟ في الأول العرض كان 200 مليار دولار، وبعدين قالك وماله يا عم نزحزحها شوية ونخليها 250 مليار دولار، المهم ناخد الإمضة. ده اللي قاله الإعلامي مصطفى بكري على شاشة صدى البلد، وحسب كلامه الدول اللي بتدعم الكيان إياه عرضت على مصر فلوس ملهاش أول من آخر، ولو عاوزين شيك على بياض ما يضرش. ولو على الاستثمارات نوافق احنا بس ومش هنلاحق، بس اللي ما يتعلمش من الدرس يبقى غلطان، والتجربة بتقولك ايه؟ الحداية ما بتحدفش كتاكيت، وبرضه الدول الكبيرة ما بترميش فلوسها في الأرض ولا ماشية توزع في مليارات الدولارات علشان تساعد غيرها حباً للخير، وعلشان كده لازم يبقى في مقابل، والمقابل في الحالة دي إن مصر توافق على تهجير إخواتنا. يعني من الآخر كده الجماعة إياهم عاوزين يمشوا بمبدأ شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، وعلشان كده بيدوروا على مكان بديل لأصحاب الأرض الحقيقيين، ومين أقرب وأحسن حتة يتنفذ فيها الكلام ده بأقل تكاليف. بالظبط كده، هي سينا مفيش غيرها، أرض واسعة وتشيل من البشر ملايين، وده لو حصل يبقى قدامك ولا 100 سنة علشان القضية اللي معطلة مصالحهم ترجع للنور من تاني. وعلشان تبقى عارف كل المفاوضات اللي شايفها بين مصر وصندوق النقد دي الغرض منها اننا ناخد حوالي 10-12 مليار دولار بالكتير، والمبلغ ده يدوب يخلينا نشم نفسنا شوية ونبطل جري ورا الدولار اللي سعره في السوق السوداء بقى اكتر من 60 جنيه، يعني ضعف السعر الرسمي في البنك. ولو هنتكلم على الاسعار قول زي ما انت عاوز. دي في سلع سعرها بيزيد في اليوم الواحد أكتر من مرة، وكل ما تسأل إيه الحكاية يقولك مفيش دولارات والسوق السوداء رفع السعر للسما، وفي نفس الوقت أنت عندك مشكلة كبيرة بتواجه مصر ولسه هتضغط عليها الفترة اللي جاية، والمشكلة دي اسمها الديون، وبالبلدي كده إحنا علينا للخارج حوالي 165 مليار دولار ومحتاجين سنين علشان نسدهم، ومن دلوقتي لغاية شهر يونيو بس مطلوب مننا 14.5 مليار دولار، وفي السنة الجاية مطلوب نسدد 23 مليار دولار كمان. ويا ريتها جت على كده وبس، ده أهم مصدر بيجيب لك دولارات بقى فيه قلق، وأنت شايف بنفسك إيه اللي بيحصل في البحر الأحمر، وإزاي كل سفينة بتدخل مش ضامنة إنها تعدي بسلام، وده اللي أكبر حيتان شركات النقل في العالم كله إنها تدور على طرق بديلة. يعني على بلاطة كده قناة السويس مش بعيدة عن اللي بيحصل، وفي لحظة ممكن تلاقي عدد السفن اللي بتمر منها بيقل، وده على طول هيسمع في إيرادات الدولة بالدولار. وبرضه السياحة في مدن البحر الأحمر هتبقى على كف عفريت، لأن السايح اللي كان بيجيلك دلوقتي ممكن يفكر مرة واتنين وتلاتة، خصوصاً لو الأزمة طولت أكتر من كده. يعني احنا في قلب الأزمة وأكتر ناس متأثرين بيها، وده باعتراف صندوق النقد الدولي بنفسه، فلما يتعرض عليك مليارات على الترابيزة يبقى الموضوع مش سهل. وده ياخدنا لمصطفى بكري اللي بيأكد إن السيسي رفض الصفقة رغم إنهم عرضوا عليه 200 مليار دولار مقابل التهجير وحل مشاكل الديون، لكن هو قال لأ. ودلوقتي الجماعة إياهم راجعين تاني يرفعوا المبلغ ل 250 مليار دولار. بس السيسي قال لهم كل ذرة تراب من أرض سينا مروية بتضحية الشعب ده، يبقى ازاي افرط فيها واكون شريك في تصفية القضية؟ وبعدين اللي على الحدود دول اخواتنا واهلنا وحتى مننا ما نقدرش نتخلى عنهم، ومصر طول عمرها مهمومة بالعروبة وبالأمة، وعمرها ما خانت ولا باعت، وسياستها واضحة، اللي في العلن هو اللي في السر. ده حتى خلال الساعات اللي فاتت انتشرت صور على السوشيال ميديا بيتقال فيها إن مصر بتجهز منطقة عازلة في سينا علشان تستقبل اللي هيخرجوا من رفح.
وفورا طلع محافظ شمال سيناء ينفي كل الكلام ده وقال لك كل الكلام ده ما حصلش يا جماعة، مصر موقفها واضح من أول الأزمة وهترفض أي تهجير قسري للناس. والحقيقة إن اللي بيحصل دلوقتي في مناطق شرق سيناء وتحديدا مدينة رفح المصرية هي عمليات حصر من لجان تابعة للمحافظة، كل مهمتها إنها ترصد البيوت اللي اتهدمت خلال السنين اللي فاتت بسبب المواجهات مع الجماعات الخارجة عن القانون، ودي الخطوة الأولى علشان يتم تعويض أصحاب البيوت دي. يعني الحكاية ملهاش علاقة باللي بيحصل على حدودنا لا من قريب ولا من بعيد، وكده كده من حق مصر إنها تاخد كل السيناريوهات الممكنة تحسباً لأي حاجة ممكن تحصل. وخد المفاجأة الكبيرة بقى، الكيان إياه جاب الخريطة حاطط عينه على شقق معينة بعينها في مصر، والكلام ده طالع من قلب دفاترهم لأن في معهد تابع ليهم عمل دراسة بيشوف فيها إزاي يقدر ينقل أصحاب الأرض ويسكنهم في مصر. وحسب الدراسة دي في حوالي 10 مليون شقة فاضية في مصر، نصها بيتبني فعلا والنص التاني تحت الإنشاء. وفي مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان تحديدا في عدد كبير من الشقق الفاضية تبع الحكومة والقطاع الخاص وتقدر تستوعب 1,000,000 واحد. وبحسبتهم كده متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر في المدينتين دول حوالي 19,000 دولار، وعدد السكان في القطاع حوالي 2.2 مليون نسمة، يعني نقلهم لمصر هيكلف حوالي 5 ل 8 مليار دولار. وطبعا المبلغ ده ولا حاجة قصاد تنفيذ خطتهم، دول كمان بيعرضوا استثمار 30 مليار دولار في مصر. بس طبعا الأرض مش للبيع ولا حتى أهل الأرض الحقيقيين موافقين يسيبوها ويمشوا رغم كل تحذيرات الكيان بعملية جديدة احتمال تبقى أصعب من كل اللي فات. ومصطفى بكري بيأكد إن مصر موقفها ثابت وتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعد، بس المشكلة في ضعف الموقف الدولي اللي كتير منهم عامل نفسه مش واخد باله، وده غير اللي بيدعم بشكل صريح وعلني. ورغم كده لسه المساعدات شغالة، و80% من المساعدات اللي دخلت لإخواتنا هي مساعدات مصرية جمعها الشعب المصري من فلوسه. انت بقى ايه رأيك في كلام مصطفى بكري؟ وهل تفتكر الرقم اللي قاله حقيقي فعلا؟ وايه رأيكم في اللي بيحاولوا يشوهوا صورة مصر دلوقتي؟ وقولوا لنا كمان شايفين احنا رايحين على فين؟